اول مره اعمل معاكم انبوكسنج، بس دي اغراضي الشخصيه. يعني اشتريتها للعنايه بالشعر، فدي موضوع علمي كويس لازم تعرفوه. اولا، كون ان انت تستبدلي كل الاشياء الكيميائيه اللي بنشتريها باشياء طبيعيه، ده هو الافضل دايما، خصوصا لما يكون في اطفال صغيرين. وثبت دايما ان لما بتعملي دمج ما بين الاتنين بتبقى النتيجة احسن كتير. طيب ايه هما الثلاث حاجات؟ في حاجات بتشتغل على الفروة نفسها والقشرة، في حاجات بتشتغل على الشعراية نفسها وتطريتها، في حاجات بتشتغل على بصيلات الشعر، يعني التساقط بتاع الشعر. طيب اول حاجة واهم حاجة الصدر المطحون. الصدر ده شجرة من أشجار الجنة، المهم بتاخد الورق بتاعها بيتجفف وبيتطحن كويس قوي. أنا اخترت النوع ده علشان خاطر بيبقى مطحون كويس قوي وما فيهوش شوائب، فغسيله بيكون سهل. تاني حاجة ده المشاط ده علشان خاطر بيشتغل على الكيراتين، بيطريه كتير جدا، بصراحة أنا جربته وهو ممتاز. تالت حاجة بقى اللي بيشتغل على البصيلات، بودرة نواة التمر بتحفز البصيلات، يعني مفيش مانع ابدا. كل ده طبعا بيجي على الجذور لاطراف الشعر. بيتعمل ازاي؟ بيتخلطوا الثلاثة مع بعض بكميات متساوية، وبعدين بيتحط عليهم زيوت، ممكن زيت جوجوبا علشان خاطر القشرة، زيت جوز الهند علشان التطرية، زيت أرجان، زيت زيتون، مجموعة زيوت، الحاجة اللي انت بتحبيها بتحطيها. وفي هنا برضو مجموعة زيوت هم ايه عاملينها، فأنا بس يعني على أساس ان انت بترطبي بعدين، بس أنا حطيت الزيوت دي مع الزيوت عندي عليهم. المهم انت بتجيبي الباودر اللي اتعمل ده كله، بتعجنيه بميه دافيه، وبعدين بتحطي معلقه من الزيوت دي، وبعدين معلقه زبادي، معلقه عسل نحل. بتسيبها شويه كده تلت ساعه تخمر، وبعدين بتحطيها على شعرك من الجذور للاطراف لمده ساعتين اتنين. بتغسليها شعرك بعد كده، وبتحطي ماسك ترطيب. النتيجه فعلا بتكون هايله، تروح حلو قوي للشعر وترطيب ولمعان. اللي عايزه اقوله ان الصدر ممكن يتعمل منه شامبو خالص للشعر. يعني بتجيبي الصدر ده وبعدين بتحطي عليه ميه، بتبصي تلاقيه بقى يعني سائل كده خفيف، مش عجينه، عباره عن سائل كده خفيف زي كانه لوشن او في سماكه الشامبو كده، بيتغسل بيه فروه الراس او